خواتاتي اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد الرخامه اللي كتجيب الخروب والتمر وكاوكاو، كتجي صحيه وغزاله بزاف بزاف ما تشبعوش منها. طريقه بسيطه وطريقه صحيه ورائعه. المهم هي نقدموا شي حاجه فيها استفاده وصحيه لوليداتنا ولينا. نقدروا ناكلوها في الصباح ونقدروا ناكلوها في العشيه. المهم اللي ما كيبغيولش وليداتو التمر واللي ما كيبغيولش وليداتو الخروب ممكن يديرها بهذه الطريقه. ندوزو للمقادير. خواتاتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف والاحوال انتم ووليداتكم وعائلتكم. اليوم غنقدم معكم واحد الرخامه اللي كتجي زوينه بزاف وصحيه ورائعه. كما كتشوفوا عندي الخروب وعندي التمر وعندي كاوكاو محمر. كاوكاو حمرته. هذا التمر معسل وهذا التمر مازال شويه قاصح شي شويه. حنا غنديروا التمر اللي معسل اللي شي شويه طايب ومعسل باش يتطحن ويعطينا ديك التعليكه مع كاوكاو. كاوكاو راني حمرته شويه في المقله، حمرته كاوكاو البلدي وغنخليه بالقشور ديالو. وكما كتشوفوا يعني صحي من بعد ما مسحته مزيان. وهذا الخروب من بعد ما قشرته حليته حيت له داك العظم اللي في القلب ديالو وطحنته. راني طحنا الخروب حدايا. المهم انا كنوريكم هكا، خليته هكا في هاد الشويه باش نوريكم الخروب كيفاش كنديروا له. كنحلوه وكنحيدوا له داك العظيم ومن بعد عاد كنطحنوه. وهنا هذا هو الخروب، ها هو فين هو كيبان لكم مطحون. طحنته في هذا الكاس المونينيكس. عندي هذا الكاس كيطحن زوين بزاف بزاف الصراحه، وعنده واحد يعني كيطحن. عندي هنايا واحد نص معلقه القرفه، وعندي الشكلاط الابيض والشكلاط الاسود هادوك اللي تزيان. والقرفه غنضيفوها مع ديك الخليط ديال التمر مع الخروب مع كاوكاو لان كتعطي واحد المذاق زوين ورائع. نتمنى خوتي تقلبوا عليا على هاد التصوير. راه الياس انا كندفعو من هنا وكيرجع ليا من هنا دائما حاضر معايا في الكوزينه. دائما كيدير معايا الشغل. كما كتشوفوا من بعد ما غادي ان شاء الله يا ربي نحيدوا العظم التمر ونطحنوه مع كاوكاو. كما كتشوفوا غنطحنو غير في المونينيكس عاديه. انا ما عنديش كما كتعرفوا راه عندي انا الكاس د المونينيكس هو اللي كنطحن به جميع الحويجات اللي عندي. كيطحن لي حتى العطريه صراحه، عنده الماس ماضيين وزوينين. المهم انا كنأكد عليكم كاوكاو تحمروه شي شويه، تحمروه وتخليوه بقشورو. هنا من بعد ما طحنت كلشي وجمعته مع بعضياته ضفت ديك نص معلقه ديال القرفه وغادي نجمعو. غنعلكو بيديا غنخلط كلش. كما كتشوفوا طحنته وخليته طريفات. انا كيعجبني داك يجيو داك الطريفات هكاك غلاض في في الحلوه. الصراحه اللي ما كيبغيولوش وليداتو التمر والخروب وما يزعمولوش على الخروب وهذا الشيء ممكن يديروا بهذه الطريقه ويعطيه وليداتو لان صحي بزاف بزاف بزاف. لينا ولوليداتنا صحي. كما كتعرفوا دابا البرد والخروب راه زوين فيه بزاف الفوائد. كما كتشوفوا هنا درت قرصتها الرخامه ديالي بهذه الطريقه هذه. من بعد ما طحنت هذا شوفوا الطريفات كي جايين باينين كبارين. شوفوا كيفاش جايه. هنا عندي الشكلاط الابيض من بعد ما ذوبته، وهنا عندي الشكلاط الاسود اللي غنزين به. كما كتعرفوا الرخامه كتكون في كحله وفيها البيض. حنا غنديروا الطبقه ديال الشكلاط الكحل وغنزوقوا بالبيض. كما كتشوفوا ساهل الامر وبسيطه بزاف بزاف بزاف. وممكن تقدموها لوليداتكم في 10 دقائق ما كاملاش. تقدموا هذه الحلوه هذه سهله وبسيطه ومقادير يعني حتى هي بسيطه. والفوائد ديالها غنيه 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 بزاف. يعني هاد الفوائد اللي فيها يعني ما نوصفها لكمش. ممكن تكتبوا الخرب وتعرفوا الفوائد ديالو، ممكن عاوتاني تمركم عارفين الفوائد ديالو. المهم خوتي هنا غنمشيها عليها كلها. غادي نقادها بديك الشكلاط الكحل الاسود وغادي ندير عليه الشكلاط الابيض. نديرو هكا خطوط وصافي. يعني زوقه عشوائيه عادي ماشي زعما شي حاجه. كلشي بسيط. كما كتشوفوا غنقاد الشكلاط ديالي كله عليها من الفوق باش تجيني بحال الرخامه. نغطيه
كما كتشوفوا هكا غنقادها. والياس راه كيعرفتي شنو دار ليا على هذاك الشيء اللي كنت كنصاوب. المهم هذه هي الرخامه ديالي، صوقتها بهذا الشكل هكا. نتمنى الا عجبكم الفيديو ديالي وعجبكم الطريقه ديالي الصحيه اللي كنقدم معكم، نتمنى نكون كنفيدكم تستافدوا من بعضياتنا. لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا للتعاليق ديالكم الزوينه الرائعه اللي كتفرحني، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. شكرا لكل واحد كيدير ليا تعليق زوين ولا خايب كما كان، انا قابلاه. المهم الا جربتوها قولوا لي في التعاليق كي جاتكم. طريقه زوينه وبسيطه ورائعه. قطعتها في الكويغطات وحطيتها في الغطير يعني كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو. خوتي خواتاتي شكرا لكم بزاف 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 بزاف. المهم هي الحاجه الصحيه نقدموها لوليداتنا، الحاجه الصحيه نستافدوا منها. كما كتعرفوا الخروب راه مزيان للبرد. التمر الفوائد ديالو ما كتحدش، يعني راكم عارفين التمر. الخروب كذلك الفوائد ديالو، غير ديروا الخروب وانتم تعرفوا الفوائد ديالو. شكرا لكم والى فيديو اخر ان شاء الله.